السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يا أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن أغنية راشد الماجد الجديدة أنت لي. الأغنية لسه نازلة قريب يونيو 2025 وعاملة كلام كتير. معانا فيديو الكلمات الرسمي وشوية تحليلات فنية وإعلامية عنها. عايزين نفهم كده الأغنية دي معمولة إزاي، بتقول إيه، وتأثيرها كمان. في جملة كده في الأول لقطتني قوي، وأنت لي عن فتنة الدنيا عيون. حاسس إنها بتلخص حاجات كتير. إيه بقى اللي وراها؟ ورا المزيكا دي؟ فعلا الجملة دي بالذات بتكثف قوي الموضوع الأساسي. فكرة إن الحبيب ده مم. هو المحور، هو اللي بيحميك من أي إغراءات تانية. الأغنية كلها بتصور حالة العشق دي بعمق شديد. طيب، ولو بصينا من الناحية الفنية، التحليلات بتقول إنها جامعة بين الدراما والأصالة الخليجية، بس بشكل جديد. بالظبط. الموزع زيد نديم بصراحة عمل شغل عالي، استخدم بيانو كده مع إيقاعات إلكترونية ناعمة، فخلق الصوت مميز، ممكن يوصل لأجيال مختلفة. واللحن بتاع الماسي نفسه تحس إنه بيتدرج زي ما يكون حوار عاطفي كده. وطبعا ما ننساش شغل الميكس والماستر بتاع جاسم محمد، حافظ على صوت راشد واضح ونقي. أكيد أداؤه فيه سيطرة ملحوظة جدا على النقلات الصوتية، خصوصا في الحتت العالية زي وأنت لي. بتوصلك قوة التعلق دي. صوته فيه المزيج ده بين الشجن والتملك شوية. الأهم إنه بيوصل إحساس صادق، بيعلي ويوطي صوته حسب الجملة ومعناها. ده حقيقي. طب وبالنسبة للكلام نفسه اللي كتبه الشاعر آثال، الصور الشعرية فيه قوية زي ما قلنا. كلمات أصال فيها ذكاء. التكرار بتاع ضمير أنت ده مم. بيأكد قوي فكرة إن المحبوب ده هو كل حاجة، هو الملكية الوحيدة. واستخدامه الكلمات زي عيون وفتنة كان بشكل عصري ومناسب. والفكرة الأساسية زي ما قلنا إن المحبوب ده بيغني عن أي فتنة تانية في الدنيا، هو الفتنة الكافية. وحتى الفيديو بتاع الكلمات كان لافت، فكرة الخلفيات السوداء والذهبي دي والأشكال المجردة مع الخط العربي الأنيق كان فيه شغل. مظبوط. الفيديو ده عارف يحول الكلمات نفسها لجزء من التجربة الجمالية. طريقة ظهور الكلام التدريجي دي فعلا بتحاكي تدفق المشاعر نفسها. هي مش مجرد كلمات بتتعرض وخلاص، لا دي تجربة بصرية كمان. طيب والناس إزاي استقبلوا الأغنية؟ الأرقام الأولية كانت بتقول حوالي 33 ألف مشاهدة في أول كام ساعة. الأرقام كانت مبشرة، بس الأهم كان التفاعل نفسه. بصراحة كان تفاعل عاطفي جدا على إنستجرام وتيك توك بالذات. الناس كانت بتتكلم عن قدرة راشد إنه يجسد وجع الحب زي ما بيقولوا، وإن الأغنية لمست حتة شخصية عندهم. قريت تعليق كان بيقول كأن راشد يغني قصتي. ياه. ده بيوري قد إيه صدق الإحساس اللي في الأغنية وصل للناس فعلا. والوسط الفني والإعلامي كان ليهم دور برضه، خصوصا الحملة اللي سبقت نزولها. أكيد أكيد. حسابات راشد وروتانا عملوا تشويق كويس، ركزوا على جملة أنت لي، وبعدين المجلات زي هيا وسيدتي اتكلموا عنها كنموذج لتطور الأغنية العاطفية الخليجية. والنقاد بشكل عام أشادوا باختيار راشد لكلمات عميقة زي دي، وبالتوازن في الشغل كله. كان في ملاحظات بسيطة يمكن على الإيقاع في بعض الأجزاء، لكن الإحساس العام كان إيجابي جدا. نقدر نقول إن الأغنية دي تعتبر عودة قوية لراشد للون العاطفي، وبتثبت إنه لسه قادر يجدد. بالظبط، أنا بشوفها كده فعلا. هي زي حلقة وصل بين الأصالة والحداثة في مشواره، وبتعتبر إضافة مهمة للموسيقى الخليجية العاطفية السنة دي في 2025. واللي كمان مثير للاهتمام إن نجاح ده مش بس بسبب اسم راشد وخبرته الطويلة، لأ، ده كمان بسبب ذكاء اختياره لفريق العمل كله. الشاعر، الملحن، الموزع، مهندس الصوت. الأغنية دي كأنها بتوثق نضج معين في مسيرته الفنية، وبتأكد تاني إنه لسه قادر ينافس ويحافظ على مكانته كصوت الحب اللي الناس بتحبه. وده بصراحة يخلي الواحد يقف ويفكر، إزاي الفنان ممكن يوصل مشاعر ثابتة وخالدة زي الحب بلغة فنية بتتغير وبتتطور مع الوقت، وإزاي يقدر يحافظ على التواصل ده مع أجيال جديدة بتشوف الدنيا بشكل مختلف. سؤال مهم فعلا، ممكن نفكر فيه بعد ما سمعنا التحليل ده كله.